السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناة عبد العظيم غنيم للمطبخ العربي. النهاردة هنعمل لكم ملوخية جميلة جدا جدا وبطريقة جديدة خالص. الأول هنعمل طريقة حفظ الملوخية إزاي. هنغسل الملوخية كويس زي ما انتم شايفين كده، وبعد ما نغسلها نحطها في المية وننفضها كويس أوي من المية بتاعتها كويس، ونجيب نحضر ورق الزبدة وبعدين نلفها في ورق الزبدة بالشكل ده، ونلفها كأنك بتلف زي البوكيه الورد، وبعدين تقفلها كده تحطها في قلب التلاجة تقعد معاك من 15 لشهر في قلب التلاجة، وتطلع خضرة كأنها جاية من الأرض وفريش باستمرار. طبعا زي ما وعدتكم، طبعا قلنا الملوخية احنا بننشفها كده على قماشة كويسة جدا 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 لحد ما تنشف الملوخية وتتهوى من المية بتاعتها. وطبعا لازم نتابع ونعرف الملوخية ايه هي، فوائدها ايه، وبتعمل ايه بالنسبة لجسم الانسان، وتظبط ايه بالظبط. طبعا كده الملوخية بنفردها كده، وبعدين طبعا احنا زي ما عودناكم قلنا نفرد الملوخيه على قماشه كده بالشكل ده لحد ما تنشف الملوخيه، وبعدين نبدا ننشفها. وطبعا بعد ما ننشفها الملوخيه فيها عندنا ايه؟ فيها فوائد. ايه الفوائد اللي عندنا موجوده في الملوخيه؟ عندنا بتحتوي الملوخيه على عناصر غذائيه كويسه جدا جدا جدا، نسبه عاليه من الحديد، وبتحتوي على نسبه جيده من فيتامين أ، ويساعد فيتامين أ الموجود بها في الحفاظ على صحة الجلد، المساهمة في القضاء على نزلات البرد لاحتوائها على فيتامين سي، المحافظة على صحة الأسنان، وتساعد في علاج خشونة الركب. طبعا يا جماعة دي فوائد مهمة جدا جدا للملوخية، فنخلي بالنا. طبعا وجبة مهمة جدا جدا جدا. بعد ما تنشف الملوخية دلوقتي هنروح نفرمها في قلب الخلاط. طبعا يا جماعة زي ما وعدتكم ادي الملوخية قدامنا، وهنحط عليها في كزبره خضراء، وعندنا توم، وعندنا فلفل اسود، وعندنا ملح، وعندنا كزبره، وعندنا سمنه، وعندنا ليمون، وعندنا سكر. طبعا دي التكات بتاعتي، وجربوها وهتدعوا لي، وفي حاجات كتير هتشوفوها ان شاء الله. طبعا هنحط الملوخيه بالشكل ده في الخلاط، ونحط عليها شويه بيوم فراخ عشان تساعد معانا فين في الضرب، ونبدا الملوخيه. طبعا هتعلم كويس. طبعا كده طحنا الملوخيه بالشكل ده. وطبعا بفضل انا دايما كشيف ان انا اطحن، اجيب التوابل الصحيحه زي ما هي واطحنها عشان تدي تيست حلو جدا جدا وطعم جميل للحاجه. طبعا زي ما بنفرم التوم طبعا زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. طبعا انا متعود ان انا اشتغل بالسكينه، ممكن تدقها في الهون او اي حاجه زي ما تحبوا. وطبعا بحب افرم التوابل زي ما قلت لكم طازه على طول، بحيث ان تدي طعم حلو جدا جدا. وطبعا هنيجي مع بعض هنقول هنعمل ايه بالليمون، والليمون فايدته ايه بالنسبه للملوخيه. السفره النهارده انا مسميها على الطبليه. طبعا هنحط السمنه بتاعتنا في قلب الحله زي ما انتم شايفين، ناخد جزء منها والجزء التاني هنقول هنعمل بيه ايه. طبعا هنقلب السمنه بتاعتنا على النار، وهنحط التوم بتاعنا. طبعا يا جماعه لازم اي حد يشتغل في الاكل يكون بيتمتع بهيجين ونظافه عاليه جدا جدا، عشان شغل الشيف زي الدكتور بالظبط. طبعا زي ما وعدتكم التوابل طحنتها طازه زي ما انتم شايفين كده. طبعا بنقلب كده زي ما انتم شايفين التوم بتاعنا. طبعا في تكات حلوه جدا جدا في التوم وفي الملوخيه نفسها. وطبعا الملوخيه
بتساعد في خشونة علاج خشونة الركب، وفيها فيتامينات حلوة جدا جدا جدا. بتساعد في نمو الأسنان. طبعا زي ما انتم شايفين كده، طبعا البصلة لازم ايه تصفر كده شوية، التوم يصفر كده شوية، ماشي. طبعا ريحته بدأت تطلع كده معانا. احنا قبل ما يخش على الاحمر كده نبدأ نحط معلقة شاي صغيرة كزبرة، ونقلب طبعا ده كله مع بعضيه. بعد كده قبل ما ننزل بالملوخية او الشوربة نحط الكزبرة الخضراء. الكزبرة الخضراء طبعا احنا ايه قلبنا كده. عندي شوربة الفراخ زي ما انتم شايفين جاهزة، ونبدأ زي ما انتم شايفين كده، مش هنشهق عليها كده الملوخية. وكده عملنا ايه الملوخية بتاعتنا، ريحتها جميلة جدا جدا جدا، خطيرة يا جماعة، خطيرة والله والله خطيرة. ونحط الكزبرة الخضراء زي ما انتم شايفين. بعد كده نيجي التكات المهمة جدا جدا جدا. طبعا التكة بتاعت الشيف، معلقة صغيرة سكر، شوية فلفل اسود، شوية ملح، فلفل اسود، فلفل اسود فين؟ كنا هنساه مهم جدا جدا في الطبخة بتاعتنا. وادي الفلفل الاسود حطيناه، الملوخية كده حطينا الكزبرة الخضراء، السكر، الملح، الزبدة، الشوربة، وهنبدأ ننزل بالملوخية بتاعتنا. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده الملوخية بتاعتنا، طبعا القوام بتاعها جميل جدا، نديلها سنة ديون كده زي ما انتم شايفين. ادي الملوخية بتاعتنا قوامها جميل. طبعا بقينا التكة اللي هي الأخيرة اللي احنا بنتكلم فيها، وهي المفاجأة بتاعتنا اللي هي ايه؟ الليمون. طبعا بنعصر الليمونتين اللي احنا قلنا عليهم دول، بنحطهم على الملوخية أول ما تاخد الغلوة بتاعتها. نحط الليمون. الليمون ده بيساعد، ما بيعملش المادة الخيطية اللي انتم شايفينها دي كده. شايفين يا جماعة الملوخية عاملة ازاي؟ في مادة خيطية كده فيها. طبعا دي بتحرج أي حد بياكل. فهي طبعا بنحط الليمون ده على الملوخية. طبعا استنى لما تاخد الغلوة بتاعتها وارجع لكم تاني. طبعا زي ما انتم شايفين ريحتها جنان جنان جنان. وادي الليمون يا جماعة، التكة بتاعت الشيف. ونقلب كده، والخيوط بدأت زي ما وقتكم بصوا مفيش خيط خالص، وبتقطع معاك الملوخية كده بالظبط. عندنا ملوخية جميلة جدا جدا جدا. بقت السمنة تاني في قلب الطاسة كده تاني زي ما قلت لكم. دي التكة الأخيرة، وأحط فيها سن كزبرة صغيرة من الكزبرة اللي عندنا بتاعت الملوخية، وهبدأ أحط سن التوم، باقي التوم الباقي. طبعا كده الملوخية بتاعتنا هتبقى إيه؟ جميلة جدا جدا. أول ما تفتحي الحلة قدام جوزك أو الضيوف هيشموا ريحة الملوخية هيقول واو، مين اللي عامل الملوخية دي عندنا؟ اوعى تقول السر ده، تقول ان الشيف عبد العظيم اللي عاملها. عايزكم انتوا تقولوا انتوا اللي عاملينها. وادي هوبا كده على طول نحط الملوخية بالشكل ده. وادي التكة الأخيرة، ونغطي على طول. نغطي الملوخية بسرعة كده، نغطي الملوخية بسرعة. طبعا رغد بنتي بتساعدني عشان عجبها الملوخية جدا، وعجبها بتقول لي يا بابا يا ريت تاخد اجازة من الشغل على طول. نترككم في رعاية الله، والى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله. ما تنساش تعمل لايك وشير لأن هتعجبكم جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملوخية بتاعتنا يا جماعة اللي هتعجبكم زي ما انتم شايفين كده، وبالهنا والشفا. طبعا دي طبق الملوخية بتاعنا اللي هيعجبكم جدا جدا، وهتعجب الضيوف بتاعكم، وهتشد الجيران، والجيران ممكن يخشوا على البيت عندكم يلتهموكم انتوا الملوخية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.